السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم معايا ان شاء الله. غنجيبوا اللحم مفوره محمره، كتجي بحال اللي مشويه ولا بحال اللحم المشوي المفور المشوي. هاد الطريقه الصراحه كتجي رائعه وبنينه، غنرافقها ان شاء الله بالروز بالزعفران وشويه د الخضيره، كتبقى اختياريه. بغيتو تزيدوا الانواع ديال الخضره، بغيتو ديروا هادشي اللي درت انا، لكم الاختيار. صراحه هاد الاكله كتجي بنينه وخفيفه. دابا كما عارفين الصيف، يعني كنبغيو شي حاجه اللي تنتكل وتكون خفيفه. هنا بالنسبه للحم تقريبا عندي هنا 4 كيلو ديال اللحم. الكميه ديال اللحم لكم الاختيار ولا على حسب الافراد ديال الاسره اللي عندكم. انا هنا الغلمي ما شاء الله راه مازال من العيد، يعني هو اللي غنستعملو. هنا عندي واحد بصله هكا مقطعه شنانف. هنا هاد اللحم غنفوروها بالاعشاب. الصراحه هاد الاعشاب كتجي فيها واحد البنه ما كتشبعش منها. عندي ازير كيف ما كتشوفوا معايا طري من الجرده، وعندي الورق ديال الغار ولا ديال سيدنا موسى. عندي هنا القزبر كيف ما كتشوفوا معايا الطري حتى هو من الجرده، مازال يلاه شد في راسو، يلا داير ديك الحبيبات. بهذا القزبر هذا الا ما توفرتوش على القزبر هذا اللي طري، زريعه القزبر طريه، جيبوا زريعه القزبر يابسه يعني ولا مطحونه حتى هي زوينه. هنا غنحتاج الملحه والكمون وشويه ديال الابزار فقط باش غنشرملو. بغيتو ديروا التحميره ديروا التحميره. هنايا ندوزو لهاد اللحيمات ديالنا ضروري نشرملوهم بحال هكا، بالكمون كيف ما قلت والملحه، وشويه ديال الابزار. هاد التشرميله باش من بعد مني كطيب لنا اللحم ديالنا ولا كتفور، يعني كتجي بنينه، كتعطي واحد البنه واعره. حنا كما عارفين المشوي ولا المفور ضروري كنحطوا معاه الكمون والملحه، واللي كاين اللي كيبغي يحط معاه حتى الحار. يعني هنايا انا غنشرملو، يعني غيتفور وهو مشرمل بهذه الطريقه باش كيجينا اللحم بنين ما كيتشبعش. صافي هنايا غنشرمل مزيان هاد اللحيمات ديالي. المهم اللحم كما عارفين، اللحم الغلمي اللحم الحولي الطريفات مختلفين. الطريفات اللي عندنا يعني ماشي ضروري تكون شي حاجه هكا خاصه بالتصفوار، يعني اي طريفات ديال اللحم راهم مزيانين. هنا ديك البصله غنفرشها هنايا في الكسكاس. اول حاجه غنديرها هكذا من التحت. الصراحه هذا المفور خفيف ظريف وسهل وبسيط، ما كيستهلك لنا لا مجهود لا وقت لا حتى شي حاجه. صافي ديك اللحيمات ديالي غنجيبهم ونستفهم هكا في ديك الكسكاس غير بشويه وبالتباث باش يلاه التوالي ما شاء الله كميه اللحم يعني لا باس بها، خير الله. بالنسبه كيف ما قلت في الاول على حسب اللحم، على حسب الافراد الاسره اللي عندنا. وهاد الطريقه الصراحه كنت نشوفها في، يعني في الجهه ديال الرباط. ما بقيتش عاقله بالضبط على هذه الطريقه. كي يفوروا اللحم ويحمروها في الشوايه، يعني فيها واحد البنه ما كتشبعش. صافي هنا غندير ديك الوريقات ديال ازير هكا غنخشيهم مع اللحم، وريقه ديال الراند ولا ديال سيدنا موسى. الا ما كانش عندكم هكا طريين صافي يكونوا عندكم يابسين حتى اليابس زوين. وغندير ديك شويه زريعه القزبر دقدقوها بشويه هكا، اما بالمهراز واما لا بغيتو الريحه د القزبر تجي فايحه. انا عندي ازير وعندي يعني ورقه الغار ولا سيدنا موسى، وهذا القزبر كيعطيها واحد البنه رائعه كتجينا في اللحم. صافي هنا البرمه ديالي ولا فين غنفورو، برمه ديال ديك الكسكاس ولا الطنجره، غننزل فيها ديك الاعشاب، يعني ديال الورق ديال الغار ولا سيدنا موسى. وغندير الكميه ديال الازير، يعني لا باس بها، غندير واحد الكميه كثيره. وغنطيح حتى ديك القزبر حبوب بحال هكا. يعني ديك الفوار اللي كيطلع لنا في اللحم ديالنا كيطلع بالاعشاب. صراحه كتجي اش غنقول لكم، تجربوها ان شاء الله بهذه الطريقه وتشوفوا اللحم مفوره شحال كتجي بنينه، كتجي واعره. يعني اللحم ديك الماء اللي كيطلع، ديك الفوار اللي كيطلع كله كيكون فيه ديك النسمه ديال الازير وديال ورق سيدنا موسى وديال القزبر، يعني كتجي واعره واعره. اللحم كتجي ما كتشبعش منها. صافي هنا غنردها تصفور فوق النار. بالنسبه للتصفوير سدوا عليها هذاك اللحم، غنديروا لا ديك السلوفان ولا ديك البلاستيك غذائي، ونزيدوا الكاغيط الالومنيوم ولا ديك الورق ديال الالومنيوم من الفوق باش الطنجره ديالنا تكون محكومه، باش اللحم ديالنا ما تستغرقش الوقت كثير. يعني ديك 40 دقيقه الماكسيموم كتكون طيبه. صافي هنا غنشدها مزيان بديك الورق ديال الالومنيوم، نحاولوا نضبطوه باش الفوار ما يخرج لناش من الكسكاس ديالنا باش دغيا تصفور. انا هنا نزلت عليها واحد الطبيصل هكا غلي ثقيل شي شويه باش تصفور لي يعني دغيا، باش ما يخرج ليش ديك الفوار نهائيا.
صافي هنا تقلت واحد شويه على الكسكاس، صافي غنخليه يتفور. هنا انا غنرافقها بشويه د الخضره. عندي هنا خيزو قطعته بديك السكين محرشف. عندي هاد اللوبيا، هادي لوبيا خضاريه لاريكو، هادي النوع صفر كيكون شويه عامر هو من الداخل، كتكون اللوبيا فيه قاصحه. هاد النوع ديال اللوبيا راه هو اللي كيديروا به اللوبيا ديال الطياب يعني البيضاء. هذا النوع د لاريكو الصفر الصراحه كيجي هذا واعر يعني فيه ما ينتكل كما كنعرفوه. صافي عندي هنايا بغيتو ديروا اي نوع نتوما ديال غنحطو يتفور، لان الكسكاس ما شاء الله جاني عامر، غنحطو يتفور بوحدو ديك الخضره. هنا اللحم ديالي راه دغيا طابخ يعني بواحد كطيب دغيا ما شاء الله. الغلمي كما عارفين 40 دقيقه كيكون هابط. صافي ديك الاعشاب حتى هما هابطين، طالعه منا واحد الريحه اش غنقول لكم، ريحه رائعه. غنجيب واحد لاطه اللي كتدخل الفران، ندهنوها بشويه الزيت ولا الزبده. غنهز ديك اللحيمات ديالي بحال هكا وهي باقيه سخونه حاميه ما تقدرش تحدي فيها يعني ضروري خصنا ندخلوها للفران. على داكشي خصنا نحطوها حاميه يعني ما نخليوهاش تبرد عاد ندخلوها للفران. هنا غندهنها بشويه الزبده. بغيتو تخشيوها غير هكاك بلا ما تدهنوها بالزبده، راه حتى هكا كتجي زوينه بلا ما تحمر وكتجي زوينه. ديروا عليها شويه زيت الزيتون حتى هو صحي كما عارفين، ولا ديروا عليها الزيت ديال التحميره. المهم غير باش نحمروها وصافي راه كتحمر. اللحم الغلمي كتكون فيها الشحمه ولا يعني بلا ما دير حتى شي حاجه، وكتجي محمره وكتجي فيها ديك الكولور وديك اللوين غزال. صافي ندخلها للفران 10 دقائق ونخرجها كتكون محمره لانها طايبه. هنايا ديك الخضيره سلقوها ولا فوروها لكم الاختيار. هنا غنرافق ديك الخضيره وسلقت شويه د الرز من الاحسن يكون زوين ديك الرز بسماتي حتى هو سلقته في الماء. راكم عارفين كيفاش يتسلق الرز، على داكشي ما بغيتش الفيديو يجينا طويل بزاف وممل. صافي هنا غندير ديك اللاريكون بعد ما سلقتها ولا ديك اللوبيا مع الجناب. هذا الرز ديروا له شويه الزعفران، فزكوه هكا بشي كويس د الماء، وديروا له الزعفران الحر الا كان عندكم، وديروا له شويه المليحه. صدقوني غيجيكم واعر بالزعفران الحر. الا ما توفرتوش على الزعفران الحر ديروا له زعفران عادي. صافي هنا خليت شويه رز بياض وشويه بالزعفران وشويه د الخضيره واللحيمه، وها هو الطبق ديالنا رائع من اروع ما يكون. نتمنى البنات اللي شاف هذا الفيديو الله يحفظكم دعموني باللايك والاشتراك وجربوا بهذه الطريقه. هذا الطبق خفيف ظريف ديال الصيف يعني شي حاجه بسيطه ولكن بنينه في نفس الوقت. كيف شفتوا معايا اللحم كيف كتشوفوا معايا يعني محمره وكتجي بنينه رائعه وخفه نزربان. شي مره كان الله يسمح لينا كنعياو من المرقه، كنبغيو شي حاجه خفيفه وسهله مهله. نتمنى يعجبكم. الى فيديو اخر ان شاء الله. شكرا لكم بزاف من القلب.